السادة المستثمرين السوريين اللي مش عايزين يدفعوا الإقامات اللي عليهم ويدفعوا يعني الحاجات القديمة اللي عليهم، اللي قاعدين بقالهم 14 سنة بيرفعوا اقتصاد مصر. يعني عايزين ياخدوا بقى اللي رفعوه اقتصاد مصر، ياخدوه وهم ماشيين. هم أساسا مش ماشيين، هم لسه قاعدين برضو. طيب يعني انت قعدت واستفدت من البلد، ما دفعتش أي حاجة. طب انت دلوقتي المفروض ان انت مطالب تدفع اقاماتك والحاجات اللي هي اللي عليك انت وعيالك. يقولك لا الفلوس كتير علينا. طب ما كانتش كتير عليك وانت قاعد، يعني ما هي كتير علينا وانت قاعد برضو. موفرين لك كل الخدمات وكل حاجة، يعني استلزامات الحياة يعني. طيب يعني انت خدت حقك ولا مش حقك؟ كمان خدت حق مواطن مصري في كل حاجة، في تعليم، في دراسة، في كل حاجة، في اكل، في شرب، في الدعم اللي بيتقدم للبنزين بيتقدم لهنا. طب ادفع اللي عليك. مش انت مستثمر بقى وقاعد تقول لنا ان انت رفعت اقتصاد البلد وان انت مستثمر ويا شحاتين يا مش عارفة بتوع ايه وطولة اللسان. لما جيت بقى وقت الدفع احنا يعني استثنونا واعملوا مش عارف ايه وهنجيب منين ونعمل ايه، وقلبنا على شحاتين زي ما جينا. يعني ما الناس يعني اولا يعني الفلوس دي فلوس المصريين، فلوس الشعب، لا يملك حد ان هو يتنازل عنها بصراحة. يعني ليه؟ لان دي بتدفع من ضرائب الناس، بتدفع من جيوب المصريين. مش ما بنبقشش من جيب حد، يعني ده هو دي فلوس المصريين. فاللي عايز مكرمة واللي عايز مش عارفة ايه، يعني ده يعتبر مظلمة للمصريين بقى. لان انت ما تاخد حق المصري وتاخد عايز يستثنوك. طب ما باقي المصريين اللي عليهم بقى ضرايب واللي عليهم ما اعرفش ايه استثنوهم هم كمان. اشمعنى هم؟ ولا ايه؟ فبعدين ده انت بتقول انتوا بتدخلوا في شؤوننا. لا يا سيدي، احنا ما حدش يتدخل في شؤونك. ما احنا بنقول لك روح انت ارجع بلدك. بلدك هي بقت محررة زي ما انت كنت عايز ومبسوط بيها، واحنا بنشجعك وندعمك على الكلام